السلام عليكم. تعال يا إبراهيم شوية. حقول لك كم نقطة ووضح للناس كمان. ورحمة أبوي أنا ممكن الموضوع ده هذا يضحكني، بس أنا حقول لك إياه، هي حقيقة. ورحمة أبوي كنت بشوف بالاقتراحات وتطلع لي في اليوتيوب تعالي يا فلانة يا طوط يا كوهين يا أم كوهين، تعالي يا فلانة طوط يا كوهين يا مكتوب يا فلانة كوهين، أم فلان كوهين يا أم فلان. كنت استغرب، يا الله، من هذه الست صاحبة القناة اللي مفضوحة إلى هذه الدرجة؟ من هذه الست؟ لدرجة أني دخلت سيرج كتبت اسمها فلانة كوهين أتعرف من هذه الست اللي مشاغلة الدنيا ومدعوسة ومدعوس ابنها. دخلت ما لقيت إنها صاحبة قناة، لقيت ابنها موجود في القنوات، وأنا كنت فاكرة إن أنت ووالدتك الله يرحمها أصحاب قنوات. فبصراحة فهذه لما تقول مدعوس، لما تقول كلمة مدعوسين، فحطها في مكانها الحقيقي والصحيح، كلمة مدعوسين. فهذا أولا. كثير أنا ما أعرف منين أبدأ. أولا أنت تبليت علي ومسكت في شغلات بسيطة وسبت الشغلات الكبيرة، فضايحك وجريمك. أولا أنت لو رجال ابن رجال، قول مين السيدتين اللي أنت تقصدهم. لا تخاف عادي، يعني ما راح يحصل لك أكثر من اللي حصل لك والبهدلة اللي أنت بتبهدلها. هذا أولا. فإذا أنت رجال قول مين هن. أنت قلت لا هن من ماي هارت ولا زيزي ولا قسم قنديل، فأنت إذا رجال قول إذا رجال ابن كوهي ابن كحلوت، وبعدين تتباهى وصدعنا أنا ابن كحلوت. مين كحلوت دخلت فيها كحلوت؟ أنت أسأت لنضال الناس، لشهداء ناس، لأرواح ناس دهقت أرواحها عشان بلدها. أنت أسأت للاسم، أنت إنسان سيء، أسأت للاسم، تتباهى بشعر أختك. أنت أقرع وتتباهى بشعر أختك. أنت مين؟ أنت أسأت. لا تجيب اسم كحلوت، إذا كانوا كحلوت حقيقي مناضلين أو هذا لا تجيب سيرتهم، ابتعد عنهم، لأنك أسأت لهم إساءة مش طبيعية بصراحة. أنت أسأت للاسم. ولا تنسب نفسك لناس مناضلة وتتباهى بالبلطجة والمافيات، وأنا مافيا وأنا، وتهدد. ما شاء الله عليك، حط شبشب أزرق على جبينك بدل الخرزة. ما شاء الله عليك، تتباهى برجولة الناس وأنت خيال مآته. وشنو محتواك أنت أصلا؟ شنو محتواك؟ فهمني أنت شو قدمت لغزة؟ محترض ومنتفض على قنديل عشان مسابقة أكل ريعها للأهل غزة. أنت شنو محتواك؟ محتواك أم عدي. أنت محتواك أم عدي، بس هو هذا محتواك. شنو محتواك أنت؟ تارك أولادك وتارك بناتك وتارك الدنيا ومعده، هو هذا محتواك. ما شفنا شيء غير إنك أسأت لبلدك وانفضح بلدك واندعس بلدك بسببك. ومعده هو هذا. جبت الاسم، أسأت لبلدك. أنت إيه؟ أنت واجهة سيئة لبلدك صراحة، واجهة سيئة. اللي عمله قنديل وعمله غير قنديل والأبطال والشهداء، أنت تهده في لحظة. تمثال سيء لبلدك. وبعدين أم عدي ما شاء الله عليك يا أم عدي، وكمان أنت كشبشب أزرق على جبينك. الله يرحم أيامك يا أمل، اللي خليتك تبوسي رجلها وتهربي للسعودية. الله يرحم أيامك يا أمل، الله يرحم أيامك. عرفت تلعبها صح معاكي لما خلتكم تختفون من اليوتيوب. شرتي للسعودية واختفى حسك وضاع حسك، وكحلوت بن كحلوت ضاع حسه. كانت أمل مخبيه إبراهيم تحت السرير. أول ما أمل انسجنت استغزقت العصافير وطلع له حس بن كحلوت. تباهى ببطولة الرجال.
اللي تارك بناته وتارك اللي أصلا يدل غولة ولا يسار. أنا أصلا دخلت عند أبو السعود أو معروف ماهر، كان حاط صور بناتك على اليوتيوب، صور بناتك عرضك، وأنا رحت وترجيته قلت له امسح الصور. قال لي لا، هذا كلب وحقير ونزل ونجس وهاتك أعراض، سيبيه مالك علاقة فيه. قلت له لا أبوس إيدك أبوس رجلك امسح صور البنات. انت صور عرضك أنا اللي بسببي أنا خليت يمسح صور بناتك من على المنتدى مالته. فأنت ما شاء الله عليك عرضك انهتك، كل شي أسأت كل شي، حتى بناتك، حتى وتارك بناتك، وتتباهى إنك ما تتكلم مع أولادك. أنا حتى أولادي ما ينفعوني، حتى أولادي ما أتصل ويا أنت. ما شاء الله تارك الدنيا كلها، ما عندك غير بس أم عدي. هي أم عدي محتواك، وشنو محتواك أنت غير أم عدي؟ شو قدمت لغزة غير أم عدي؟ وبعدين انت يا ام عدي ما شاء الله عليك طلع لك لسان والشيعة وانا مالي ومال ايران، مالي ومال ايران، مالي ومال إيران. ما شاء الله صوتك يلعلع، وين كان صوتك ايام امل؟ وعامله نفسك تدافع عن فلسطين فلسطين ايش فلسطين إيه؟ كنا نحب فلسطين يا ماما، وما بلاش فتحة الصدر زيادة، لأنك إبراهيم عمره ما حيتجوزك، وكنا عارفين هذا الموضوع. إبراهيم مجرد مطلقة ومطلق، عاملين محتوى مش عارفين نهاية المحتوى، هو معروف المحتوى هذا. فمجرد مطلق ومطلقة على منصة، لا راح يتزوجك ولا راح توردي على كوشة ولا على أي شيء. فاهدي واستهدي بالرحمن وقولي يا الله. وبصراحة يعني أنت بسببك كنت وبلسه أضمت لسانك، افتكرت أضمت لسانك قلتي لي أنا مطاردة ويهاجموني لأني عندي جذور يمنية، ويعيروني إني حوثية وكلمة بشعة. وبصراحة أنت أسأتي لبنات الشيعة ونسبوك للشيعة، وكنت مثال سيء لبنات الشيعة، كانوا يقولوا عنك كلمة متعة بسببك، كلمة متعة جتنا بسببك أنت، وأسأتي لبنات الشيعة بعلاقتك مع إبراهيم. كانت الناس فاكرة أن كل بنات الشيعة يعملوا علاقات مطلقات ويعملوا علاقات مع في المنصات. فبصراحة أنت أسأتي بنات الشيعة، مع أنك مش شيعية ومش عايزينك تكوني شيعية، بس للأسف إحنا ما استفدنا شيء منكم غير بس وجع الدماغ والأذى. فلا تعملوا نفسكم إنكم مناضلين، فأنت ما وراكم غير بس وجع الدماغ. فهذه واحدة. وبعدين طلبت من الأكاونتات فيك، طبعا هذا الموضوع ضحكني جدا جدا. أكاونتات الفيك يا جماعة، أنا قلت لكم ادخلوا اشتموني، بس بلاش بلاش تبلي لا. في وحدة كاتبة ديار عملت فتنة في مربعها القديم وجت هاربة. أنا مين مربع القديم؟ مربع القديم ماما إيفا المشلولة، أنا محتوى إنساني ولآخر لحظة مع ماما إيفا، ومربع القديم كمان أم وليد، والآخر لحظة مع أم وليد حبيبتي. فما عندي مربع جت هاربة من عنده، فبلاش تبلي. وكمان كنا في عندهم خفيف الفيكات الجديد، هم ننو شؤيل، طبعا ننو شؤيل صديقة ابن كوهين. فكمان كاتبه مزنة بنت قطر ما تدخل عند حسن غندير علشان ديار موجودة. هو أنا قاعدة على الجزدان مالته، هو أنا شقطة الكي كارد بتاعها، اللي عايز يدعم يدعم يا ماما، اللي عايز يدعم. أنا كانت هي تدعم شطة عادي، بذخ، اللي عايز يدعم يا ماما، مش ديار اللي تمنع، ولا الحمد لله رب العالمين. بعدين أنا شفتي غير عن شفتها، هي تدخل الصبح عادي ما عندها شي، فتدخل بمنصات الصبح الفترة الصباحية. أنا أدخل بعد الظهر بعد ما أخلص شغل الساعة 1 أدخل، هي تكون نايمة لأن هي دايما تكتب بالمنتدى إنها عندها وقت المغيال. مثل تبي تكيل. ففي اختلاف شفتات بيناتنا، فمو أنا السبب. صراحة الموضوع ضحكني. وإيش كمان طبعا كلام كثير.
وكمان أنت يا إبراهيم تقول ديار كذاب ومتبلية وعايزة تعمل فتنة، وطلع إشاعة إن في واحد فلسطيني هو اللي فتن على كوماندو وقال إن في واحد فلسطيني. أيوة يا إبراهيم كوهين، أيوة أنا مش بكذب ولا متبلية. واحدة فلسطينية منكم وفيكم، وتسوى راسك وتسوى أخلاقك، وأحسن منك مليار من مرة، وبنت حلال وتخاف ربنا، ومن 7 سنين موجودة، وهي متابعتكم وعرفتكم واحد واحد، وهي اللي نبهتني. أنا أصلا لو على نفسي أنا ما أعرف ولا أعرف مين الأكونتات، وكنت معكم نية صافية وما ما أعرف أي شيء. هي اللي نبهتني، فلسطينية حرة بنت أحرار تسوى راسك، ومش زيك كذابة متبرجة، لا تخاف ربنا وتقول كلمة الحق على قص رقبتها. هي اللي قالت لي ونبهتني إن كوماندو هو ننوش. فأنا مش كذابة يا إبراهيم ولا فتنة، وكل كلامكم عني تبلي. وإيش كمان كثير، بس الكلام معكم ضايع بصراحة. وأم عدي لا تاخذي الكلام وتعملي نفسك مناضلة وفلسطين لما تورينا قسيمة الزواج، لما تشوفين عقد الزواج تراوينا إياه، ساعتها دافع عن فلسطين واعملي نفسك مناضلة، لأنك في الأول والآخر حتاخذي الخازوق. وحتى اللي على فلسطين زي ما قلبتي على مصر وعلى السيسي وحتتكلمي، وهذا أسلوبك ولسانك العفيف اللي سمعناه قبل كذا، لسانك العفيف راح تشتمي فلسطين. وبطل بلطقة يا إبراهيم، أنا بعيدة عن منصة عمل حسن قنديل ومش حدخلها. لا تلوي ذراعي بمنصة عم حسن قنديل، لا تلوي ذراعي، لأن أنا بعيدة أصلا عن المنصة. وبطولتك خليها وياي، أنا السد، ونشوف من الراجل أنا ولا أنت وبس.